انسي بقى اي طريقه جلاش عملتيها قبل كده. هي لفه الجلاش زي ما هي كده في الصينيه واعمليها، ولا بقى ندهن راق وراق ولا اي حاجه. هي زي ما هي كده وخرطيها، تطلع معاكي بقى بالجمال ده. هتقولي يا اسماء في حياتنا ما دقنا جلاش بالجمال ده. حاجه كده اللهم بارك. بصوا بقى، سامعين بقى القرمشه؟ مقرمش وقلبه كده عجميه، عجميه كده من جوه. اول حاجه كده نبدا بسم الله ونصلي على الرسول. معايا كده في الوعايه كوبايه سكر وزيها كوبايه ميه، زي الفل كده. نرفعهم على النار، ولما ياخدوا 5 دقايق او 6 دقايق غلوه اعصر نص ليمونه وظرف فانيليا. معايا كده صينيه الجلاش بتاعتي، الصينيه زي ما هي مش دهنها اي حاجه، ونزلت عليها بلفه الجلاش زي ما هي. بسويها كده، وبجيب بقى السكينه وتقطعي بقى اي تقطيع انت حباه. انا هقطعها كده مربعات بالشكل ده. طبعا لو الصينيه كبيره على الجلاش او صغيره بتقسميها وتظبطيها كده بالسكينه وتعدلي التقطيع الجلاش. لو في حاجات زايده قطعيها بحيث تبقى مساويه كلها على قد الصينيه. خلاص كده زي الفل. معايا كوبايه من السمنه البلدي، طبعا بقى ما يعلاش عليها السمنه البلدي، بتبقى تحفه. اي نوع سمنه موجود عندك مشي نفسك بيه. كوبايه سمنه بلدي يا دوبك انا مدفيها بس. ودلوقتي بقى شغلت الفرن بتاعي، دفيته شويه، وبعد كده دخلت الصينيه على شبكه الفرن في الرف الاوسط درجه حراره وسط. تاخد كده لون جميل من تحت، اطفي تحت واشغل الشوايه لو محتاجه. تطلع بقى معايا بالجمال ده. نسقيها كوبايه واحده من السيرب. السيرب طبعا يكون برد والجلاش يكون سخن. ومعايا كوبايه حليب ساقعه من التلاجة تكون بارده، ما فيهوش اي سكر، ويكون بارد يكون ساقع كده من التلاجة. معايا بقى حاجه كده اضافي، حليب مكثف بيديها طعم يا بنات خطير تحفه اللهم بارك. حليب المكثف ده يعني تحطي كده منه في اي نوع حلويات او كيكات، حرفيا بينقله في حته تانية خالص. طبعا من السخونيه بتاعه الجلاش كل ده بقى كده هيتجانس كده مع بعضه، والحليب المكثف كده هيسيح مع كوبايه السيرب مع كوبايه الحليب الساقع، حاجه كده اللهم بارك. بصوا بقى الجمال. عايزه اقول لكم الصوص اللي نازل منه ده يتشرب كده مع الجلاش خطير. سامعين بقى القرمشه؟ مقرمش كده من بره ومن جواه بقى كده ملبن، حاجه كده اللهم بارك. عايزه اقول لكم طعمه زي العسل. ويا سلام بقى لما تسيباه كده شويه في التلاجة بقى تسقع، حاجه كده اللهم بارك. مع الصوص اللي نازل منه ده بيبقى ساقع كده ومخلي الجلاش يعني في حته تانية خالص. يلا بقى جربوه، ولا بقى تدهني راق وراق ولا اي حاجه. هي هتحطي اللفه زي ما هي في الصينيه، وبالف هنا وشفا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.